السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل. دلوقتي خلص أجمل كأس عالم اتعمل. خلص أجمل نهائي شفناه في حياتنا. أجمل مونديال. أنا قلت ليه؟ يعني كل المباريات مثيرة، كل المباريات يعني جميلة لآخر لحظة، لآخر ثانية. أنت فعلا مستمتع من دور المجموعات، وختمت بأجمل نهائي في التاريخ. يعني ختمت بأجمل نهائي في التاريخ فعليا يعني. كان أجمل نهائي قلنا 86 و94، يعني دول كانوا أجمل. وأجمل مونديال كان 94، ولكن مونديال قطر غطى على الكل، غطى على الكل فعلا. في حاجات ما حصلتش يمكن هيحسوها الجماهير اللي حضرت المكان، وانا قلت الكلام ده قبل كده. طيب نيجي لأجمل نهائي. أولا لعشاق الارجنتين هقول احصائيه كده ما جاتش في برامج، وما جاتش مع اي محلل من محللين الكوره، او في اي قناه، او في اي مكان في العالم يعني. ايه الاحصائيه دي؟ الكلام ده لمحب الارجنتين اللي بيشجع الارجنتين. انت من مارادونا 86 لميسي 2022 36 سنه. 36 سنة فرق ما بين مارادونا وميسي. مارادونا وميسي 36 سنة بوجود ميسي. فتخيل ان كاس العالم الجاي مش هيبقى موجود ميسي. تخيل انت كمحب الارجنتين هتشوف الارجنتين بترفع كاس العالم تاني امتى؟ يعني ولا 50 سنة كمان يعني. وده بالاحصائيه ما بين مارادونا وميسي واللي بعده. يعني ما اعتقدش ان هيجي زي ميسي تاني دلوقتي، ولكن الوضع صعب جدا في محب الارجنتين. اما محب الميسي فمبروك عليكم ختام ميسي برفع كاس العالم. هو لعيب يستحق، هو اسطوره من اساطير كره القدم، وختم حياته ومشواره الشخصي بشكل جيد جدا جدا يعني. الناس اللي بتشجع ميسي يعني شجعت الارجنتين عشان ميسي، ما تقول يا عم ان انت بتشجع ميسي. يعني في النهائي بيجي ما بين فرنسا والارجنتين ويقول لك اصل انا مش هشجع فرنسا عشان هم بيمثلوا الشذوذ، هم مش عارف ايه. لا، فرنسا فيها مسلمين. ارجنتين انت لو ما بتشجعهاش بشجع ميسي، قول ان انت بتشجع ميسي. يعني انا ما بشجعش، او يعني كمثال يعني طبعا مش اساسي، انا ما بشجعش صلاح قدام فرق انا بحبها. يعني انا احب ريال مدريد مثلا، لو بيلعب قصاد ريال مدريد انا بشجع ريال. يعني بشجع ريال من زمان من قبل صلاح، ولكن انا بشجع صلاح في حاله واحده بس اللي هو المنتخب، واتمنى يعمل حاجه، واتمنى يعمل انجاز في مسيرته مع المنتخب. فانا ما بشجعش صلاح يعني بطبعه يعني الا في المنتخب. ولكن لو قصاد فرقه ما بشجعهاش هشجع صلاح. ولكن لو ما بشجعش، لو بشجع فرقه تانية وصلاح بيلعب قصادها هشجع الفرقه التانية لو بشجعها من زمان. فدي نقطه مهمه. في جوه المباراه النهائيه حصل مشاده جامده جدا، بتبين عداوه مبابي وميسي. ميسي بعد الجون الثاني عمل حركه كده بيضايق فيها مبابي. مبابي رد عليه بعد الجون الثاني برضه عمل حركه يضايق فيها ميسي. ودي بتبين العداوه وعدم صفاء النفوس ما بينهم جوه فريق باريس سان جيرمان. فدي مشكله رهيبه يعني. حتى مارتينيز لما رفع الصوره بتاعت مبابي وعمل حركه كده مش ظريفه، يعني حتى ميسي قاعد جنبه ملوش ده زميلي في الفريق او الكلام دوت. فواضح ان هي في حاجه مش مظبوطه يعني ما بينهم يعني. ودي باينه اصلا في اثناء المباريات لما بتتلعب ان هي ما بتظبطش يعني. نرجع للارجنتين. الارجنتين انا شايف الفضل لسكالوني، يعني مدرب الارجنتين، اللي هو طبعا مهمش جدا بسبب الاحتفالات حوالين ميسي. ميسي لعب 3 كاس عالم، يعني النتيجه 0. مفيش غير كاس العالم الثالث اللي هو بقياده سكالوني ده اللي انقذ. الماتش النهائي مهم جدا، يعني حق دي ماريا هو الافضل، هو كلمه السر في المباراه. ومارتينيز طبعا، لان هو يعني كفايه الهجمه الاخيره اللي اتصدت، ودي كانت بمثابه هيبقى اجمل هدف في التاريخ، مش في المباراه، اجمل هدف في التاريخ. مارتينيز شالها وهو سبب الفوز بالنهائي.
دي ماريا هو سبب السيطرة في الأول، ولكن غريبة تغييره جدا. فدي مهمة قوي. اللقطة الجميلة في المونديال والأهم واللي فيها ذكاء وفيها تاريخ وحفظ للتراث وحفظ للمونديال وجماله، هي لقطة البشت العباية اللي لبسها سمو الشيخ تميم حاكم قطر لميسي اثناء التتويج. من اعظم لعيبه في التاريخ واعظم لاعب في المونديال ساعتها، واللي كسب كاس العالم. وهتفضل اللقطه دي في التاريخ، يعني بعد 50 سنه اجيال هتسال هو ليه ميسي لبس دي وايه قصته. هيتحكي القصه وهيتحكي المونديال الاجمل في التاريخ زي ما احنا فضلنا نذكر مونديال 94 لحد وقتنا هذا. دي نقطه مهمه وجميله جدا، وكانت دعايه غير طبيعيه، اضافه كل اللي عملته قطر وصعبت الحياه على المونديالات القادمه. استنوا حلقه مهمه قوي ما بين اللي حصل في مونديال قطر وجماله، والمقارنه ما بين المونديال القادم وعلاقته باللي يحصل من الشركات الداعيه والدول العالميه وحكامها في موضوع الشذوذ والخمور وما شابه ذلك يعني. بس في الاخر قطر صعبت التنظيم على اي دولة هتعمله او اي دولتين 3 هيعملوه الفترة القادمة. السلام عليكم.